استنوا، الحكاية ما خلصتش لحد هنا، لأن في رواية تانية بتقول إن موسى بن النصير نجح فعلا في دخول المدينة، وإن كان في راجل رابع نجح في مقاومة اللي شافه ورا السور، وفضل قاعد على حافة السور ساكن ما بيتحركش ولا بينطق لمدة ساعة كاملة. وبعد ما استعاد وعيه نادى ابن النصير من فوق السور وقال له بإنه هيفتح واحد من الأبواب دي. بحسب الرواية فأول ما طلع شاف 10 ستات فاتنات، وكل واحدة منهم كانت بتغويه عشان ينزل المدينة، لكن على الرغم من شعوره بأنه مسلوب الإرادة قاومهم وردد أسماء الله الحسنى، وده خلاهم يختفوا تماما من قدامه. ومشي الراجل على حافة السور لحد ما وصل لبرج المراقبة، ولقى جواه تمثال من نحاس لفارس على حصانه مكتوب عليه: إذا أردت فتح باب المدينة النحاس افرك يدي. ففرك إيده واتفتح الباب، ودخل ابن النصير المدينة بعد ما قسم جيشه قسمين. قسم فضل بره المدينة للحراسة، والقسم دخل المدينة. وكانت المفاجأة الأولى لما دخلوا شوارع المدينة ولقاها كلها مليانة بالجثث.